السلام عليكم، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم جيده، نفسيتكم مرتاحه، كلشي هو هذاك. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو اليوم وصفه ولا اروع كيكه، مكونات جد بسيطه رائعه لذيذه بزاف. تصلح هكذا الكوتي ولا الفطور، ولا تعطيوها هكذا لوليداتكم يديوها معاهم المدرسه في لانش بوكس، وهكذا يديوها معاهم الكوتي. رائعه لذيذه، مكوناتها جد بسيطه. غادي نعطيكم الطريقه والمكونات في نفس الوقت. حنا كنحضروها وكنعطيكم مكوناتها. كيف كتشوفوا في هاشوار غادي نخدموها في الهاشوار هكذا، ولا في كاس ديال مونينيكس، ولا اللي بغيتو، ولا غير بيدينا كيف ما بغيتو. فهي كتجي رائعه، كتجي طالعه ولذيذه كيف قلت لكم وناجحه 100%. تبعوا غير الخطوات كما هي. ففي هاشوار ولا كيف قلت لكم في بول ولا اي حاجه كنديروا فيها 3 البيضات متوسطين، ما كبارش بزاف صراحه. فهاد الكيكه كتنفع صراحه الفطور، يديوها لوليدات الكوتي، خصوصا في هاد البرد كنعكزو بزاف، فكتكون واجده عندك، فكتنفعك صراحه. وخصوصا الا خليتي غير هكذا الكوتي يعني يديوها معاهم الوليدات ولا، فراه كتدي صراحه كتنفع، كتدي مده. هنا كيف شفتوا كنضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وكاس ديال السكر سنيده. صافي، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى هكذا الخليط يبيض وينسجم لينا السكر هو والبيض. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطنا مزيان داك البيض مع سنيده مع خبيصه الملحه، فهنا كنضيفوا الزيت، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال العنبه قل 2 صبيعات هكذا. ف فهاد الكيكه كتجي جد اقتصاديه ودغيا كتوجد ما وفي نفس الخلاط كنخلطوها، يعني ما كتاخذش منك مجهود ولا وقت طويل. صافي، هنا من بعد ما تخلط الزيت والبيض وسنيده، فغادي نضيف واحد الكاس ديال القهوه سريعه الذوبان. خديت غير كاس ديال الماء غليان، ضفت ليه معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، ممكن نديرو قهوه معصره اللي بغيتو. المهم ما كتجيش باينه القهوه على حساب الوليدات. اللي غادي تقول لي ان الوليدات ما تيبغيوش مذاق قهوه كحله وهذا، فراه ما كيجيش باين المذاق ديالها نهائيا، لاننا كنضيفوا الكاكاو وشحال من حاجه. صافي، دابا غادي نحيدو هاد الهاشوار وهذا، وغادي نخلطو غير بيدينا. هنا عندي 2 شاسيات ديال الكاكاو اللي غربلتهم، كنضيفهم هما الاولين هكذا، وكنضيف عليهم الدقيق ونبقى نخلط. غير ضيفوا معاهم الدقيق دغيا كيتخلطوا دغيا كينسجموا مع الخليط وما كيتحبوش نهائيا. صافي، كنخلطو في نفس الاتجاه، وكنديروا الدقيق عينا ميزاننا شويه بشويه هكذا حتى كيولي القوام شويه. راك ما عارف القوام ديال الكيك يكون شويه عاقد شويه. هنا كنضيف واحد 2 معالق ديال الخل، كيعجبني انا نضيف الخل، كتجي الكيكه هشيشه تبارك الله ومجعبه وخفيفه. وهنا غندير 2 خمارات ديال الحلوى. البنات دابا في هذا الوقت من الاحسن ردوا البال الخمارات الحلوى، لان مع شوفوا راه ماشي البروده، الرطوبه اللي كتكون مثلا تحت البلاكارات وهذا راه هي اللي تقدر تاثر. انا بعدا فاش كنخليها في الثلاجه ما كتاثرش نهائيا، ولكن الا درتها مثلا في البلاكار مع مثلا ديك التقديه ديال الشهر وداكشي كنحس بها، خصوصا الا بقات اكثر من شهر كنحس بها انها بحال الا المفعول ديالها بدا كيقل. عكس الا بقات في الثلاجه، فانا كنديرها في الثلاجه، كنجيب هكذا باكيه نديرها في الثلاجه كت... كتبقى عادي. ولكن الا درتها كيف قلت لكم في البلاكار، فكنحس بان المفعول ديالها بحال كيبرد، بحال ما كتبقاش تعطي نفس النتيجه.
ما عرفتش واش حتى نتوما لاحظتوا هذا الشيء ولا لا. المهم كنديرها في الثلاجه كتبقى ليا مزيانه، ولو البروده وهذا. كنجبدها قبل مع البيض صافي وعادي. هنا كيف شفتوا درت جوج شاصيات ديال الخمارات حتى لثلاثه ماشي مشكل. الا حسينا بان الخمارات ما غاديش يعطيو مفعول نديرو ثلاثه، الا حسينا بهم ان الخمارات باردين صافي. وكنخلطو في نفس الاتجاه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا ولا الخليط اللي بغينا. فهنا انايا المول كنت دهنته بالزيت والدقيق. صراحه هاد المول ما كيلصقش بزاف، ولكن غير كنخاف. اما من الاحسن يتدهن غير بالزيت فقط. ندهنو غير بالزيت ولا بشويه الزبده، ولكن انا كنخاف انه يخفت ليا هكذا الكيكه، فكندير حتى الدقيق. رغم ان هاد المولات صراحه ما كيجيش مع بحال كيعطي واحد المنظر ما زوينش بزاف الكيكه فاش كندهنوهم فاش كندردروا عليهم هكذا الدقيق. بحال كيعاود يلصق داك الدقيق في الكيكه ديالنا. فكل مره كنقول غادي ندهنو غير بالزبده ولا غير بالزيت، ما غاديش ندير الدقيق، ولكن حتى لاخر لحظه وكنخاف كنقول بلا ما تضيع ليا ولا. صافي كيف كتشوفوا دابا غادي ندخلها للفران على نار مهيله، وغادي نديرها الفوق. انا دخلت الفران تاع الغاز ونخليها حتى كنشم ريحه الطياب كتفوت هذيك 20 دقيقه. ومن بعد راكم عارفين الطياب كنردوا معها البال. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتخرج الكيكه رائعه من الداخل ما شاء الله، بحال مسقيه ما تحتاجيش تسقيها. غزاله غزاله ما شاء الله تبارك الرحمن، والله الا غزاله. وكيف قلت لكم كتنفع وكتجي جد اقتصاديه. ممكن ديروا وحيده تخليوها غير الوليدات هكذا يبقاو يديوها للكوتي معاهم وهذا، ولا كتنفع. كتنوعوا اكيد ماشي غير هي اللي كيديو كل نهار كيديو حاجات، ولكن كتنفع وكتعجبهم حتى هما كتجيهم هكذا خفيفه. مثلا سيمانه كراس سيمانه نص سيمانه هكذا كل مره واش المهم غير ما نكثروش ليهم من بيموات وهذا راكم عارفين. دابا باش ما بغينا غادي ندهنوها. المهم انا كان عندي كاوكاو حمرته شويه وطحنته هرمشتو. غادي نضيفو الشوكولاط ديال الدهن هذاك العادي اللي كاين في الدار. صافي ذوبته شويه ودرت كيف كتشوفوا ذوبته في حمام مريم. وغادي نضيف ليه شويه ديال الكاوكاو. غادي نحاول نهز غير هذاك اللي مهرمش باش كيعطينا بحال ديك القرمشه وهذا. صافي ونخلط مزيان ونعاود نردو الحمام مريم حتى هكذا حتى يتطلق. راكم عارفين دابا مع البرد. وعاد ندهنو مزيان. هنا صراحه غادي نزيد شويه الشكلاط لان جاتني عاقده بزاف. ونضيف شويه الشكلاط نخليه عاوتاني حتى يذوب وندهن به الوجه ديال هاد الكيكه. ممكن ندهنو باش ما بغيتو، ممكن غير دانيت وهكذا طونيك من الفوق ندردروه هكذا محتحات نحكوه ولا اللي كان فراها رائعه. كيف قلت لكم غزاله غزاله بزاف. غادي تعجب وليداتكم. ما كتجيش فيها بين المذاق د القهوه كيجي واحد المذاق رائع. وكيف قلت لكم نوعه كل مره نديروه مره ديال الليمون مره ديال الجزر مره ديال القهوه وهكذا. وكيف شفتوا اقتصاديات هاد الكيكات اللي كنعطيكم. انا كيعجبنيش كيكه السد البيضات ولا فهمتوا كتعجبني الحاجه اقتصاديه. كنميل سبحان الله للحاجه الاقتصاديه هكذا. ما عرفتش ولا تكون عندي ديك المقادير وهذا، ولكن كيعجبني انا ندير شي حاجه بسيطه ولكن تكون نتيجتها مرضيه. فهمتوا يعني الحاجه بسيطه فاش كديريها باينه. مثلا الا قلت لك كيكه بالصاد البيضات ولا غادي تقولي خاصها تكون اصلا طالعه خاصها تكون زوينه خاصها فهمتوا لان فيها المقادير. ماشي بحال فاش كتكون حاجه بسيطه ومقاديرها بسيطه وكتجي ناجحه. كيف كتشوفوا هنا نخليو حتى هكذا نشف لينا داك الشكلاط. ومن بعد نقطعوها وتبرد شويه الكيكه. اكيد كاين اللي كيبغي الكيكه سخونه فالاذواق لا تناقش. كيف كنقول لكم كناكلوا الحاجه كيف حنا كنبغيوها
وكنطيبوا الحاجة اللي حنا كنبغيو باش هكذا ما كتضيع حتى شي حاجة، وكناكلو على ذوقنا. عرفتو يا البنات تبارك الله ما شاء الله خفيفة وهشيشة، عرفتو رائعة رائعة زوينة بزاف. دائما في الكيك نزيدو إما كاس د الماء كاس د الماء ولا كاس هكذا ديال القهوة ولا فرا كيعطي واحد الهشاشة كيخلي الكيكة تجي خفيفة تبارك الله ما شاء الله وكتجي طالعة. فكيف شفتوا مكوناتها بسيطة ولكن تبارك الله ما شاء الله عاطية المنظر وزوينة تبارك الله. وهنا نحاول نقطعها معكم باش تشوفوا، واخا هي مازال سخونة يلا جبتها من الفران نقطعها معكم باش هكذا تشوفوا بحال كتجي من الداخل. تبارك الله ما شاء الله شحال خفيفة وقطنية، خفيفة خفيفة وغزالة ما شاء الله. صراحة أنا ماشي من عشاق الكيكات نهائيا، ولكن الكيكات اللي كندير كيعجبوني صراحة، ما كيجيوش ناشفين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله لدرجة خويا قال لي واش سقيتيها بالداخل، انا لا ما سقيتهاش نهائيا. كيف كتشوفوا جبتها عادي وصافي، غير الكيكة اللي فيها الكاكاو فمن الفوق. فانا صراحة طيبتها عادي الفوق، كيطلع عليها الطياب عادي، ما كنخليوهاش طيب بزاف من الفوق لان غير بالحرارة راها كتاخد اللون وكطيب من الفوق ديالها. كان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوا هاد الكيكه الرائعه وتفرحوا بها وليداتكم. الوليدات الصغار كيحماقوا على الكيكه، خصوصا كيشوفوا هكذا كيكه واخا تكون بسيطه كيفرحوا بها، وهذا فعلاش لا لما نفرحوهمش بها. كان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوها وتفطروا بها الصباح هكذا بقهوه، خصوصا الناس اللي كيبغيو قهوه كحله فهذه زوينه. هذه ليكم. السلام عليكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله، خليت لكم الراحه.